طاجين دياي مع البطاط. عندي هني المكونات، عندي هني البصل، بقدونس، كزبرة، زنجبيل، ثوم، عندي الزيتون، عندي البهارات، عندي الكركم، فلفل أسود، بابريكا، ملح، عندي الليمون. هذا يستخدمونه أكثر شي مع الطاجين، حلو يعطي طعم. عندي هني حق العيش بسوي عيش مشغول، وعندي هني نص دياية، وعندي هني البطاط فريش. هذه مكونات الطاجين مع البطاط والزيتون. شوفوا شلون تحضيره. نسيت أصور زيت الزيتون، هذا أصلي، الزيت الفلسطيني الأصلي هذا. أول شي كوب زيت زيتون، وأنزل البهارات مع الملح، أحط الثوم والزنجبيل، وأحط البقدونس والكزبرة، وأتبلها أول شي. بعد ما تبلت الدياية بتبل البطاط، بطاط فريش، بخليه يطبخ مع الطاجين. بس هلا بالمغرب ما يتبلون مرات البطاط مع الطاجين، يحطونه نص الطبخة أو أول طبخة، بس بعضهم ما يتبلونه، في بعضهم يتبلونه. أنا حبيت إني أتبله، وأنا سويت وايد أنواع الطواجين، كل مرة مسوي على طريقة. هالمرة بسويها خفيفة مع بطاط وبس، ومع التتبيلة تطلع حلوة البطاط. أول شي أحط على النار هادية حيل، فتحت الحديدة ودهنتها بزيت الزيتون عشان أضمن إنه يتشرب عدل بالزيت وما يتكسر، وأخلي البصل يذوب شوي. بعد ما خليت البصل تدهن بالزيت، الحين صف الدياي هذه الطريقة. هذه تشيل، هذا يشيل نص دياية كافي يعني. بعد ما صفيت البطاط هذه الطريقة، الحين نزل باقي التتبيلة. حطيت الحامض هذه الطريقة، عندي باقي البصل نوزع كذي بهذه الطريقة وبس. شوف الزيتون آخر يعني 10 دقايق كذي نزله، أنا أفضل يعني آخر 10 دقايق طبخة ولا ربع ساعة بعدين تنزلونه، مو من أول الطبخة، عشان لا يعطيك مرورة بالأكل بالزيتون. الحين آخر شي خلاص سكر عليه وأخليه يطبخ على راحته على نار هادية. نص الطبخة أحط له قفشة عشان تهوى شوي، عشان الماي لا يطلع عليه فوق. الحين شو راح أسوي؟ راح أحط الزيتون، أوزع الزيتون بهذه الطريقة. شوفوا ما شاء الله شلون طابخ، وشلون ريح لذيذ كل شي. آخذ شوية من الماي تحت، أوزعه على البطاط من فوق. بعد ما وزعت الماي على البطاط من فوق، الحين راح أسكر عليه. شوفوا ما شاء الله من سويتها ما قاعد طلع الماي ولا كسر، كله راح. شوف شلون. شلون أعرف الطاجين إنه خلص عندي؟ جيب شوكة، شوف البطاط، شوف الدياي، بس
كذي يكون جاهز طاجين. وهذا الطاجين وجهز وصار جاهز طاجين. هذا الحلماي هذا ينشف، كل شيء طابخ عدل. هذا له ساعة وربع. دوري ما انتي من المطيبات، ما انتي من العاجنات، ما انتي من باركه دايره الطويجين وباركه عسى عليه طيب، ما انتي اللي عاجنه خبيزات صغيورين ديال الدار. هاد دوري